هنا محاولة إذن كرة اللعب طويلة إلى الأمام وجول أول في اللقاء. أخيرا يأتي أول أهداف المباراة بالنسبة للمنتخب التونسي عن طريق اللاعب ثابت طنيش المميز، اللاعب الذي قدم مستوى مذهل للغاية، اللاعب اللي هو طنيش. وهنا الهدف الثاني مبكرا يأتي كذلك مع بداية الشوط الثاني عن طريق اللاعب الذي يحمل رقم 9 آدم الحجام. شاهد إعادة الكرة بشكل خاطئ إلى حارس المرمى من جانب اللاعب فيتو توماس، ونفس اللاعب اللي هو ثابت طنيش. ولا هجمة حتى الآن من جانب المنتخب الكرواتي على الإطلاق. لم ينجح المنتخب الكرواتي من عبور نصف ملعبه. هنا محاولة إذن والسقوط على أرض الملعب. الهجوم متواصل مع المنتخب التونسي وتسديدة قوية، جول ثالث يأتي للمنتخب التونسي. الكرة الماضية هنا حدث السقوط، حكم أمر استئناف اللعب، استلام جيد من أمام اثنين. الكرة إذن تلعب هنا، تسديدة كذلك، والهدف الرابع يأتي لصالح المنتخب التونسي. تسديدة من خارج منطقة الجزاء، ونفس اللاعب ثابت طنيش هذه المرة، أو اللاعب آدم الحجام هو اللي يسدد الكرة. شاهد آدم إذن هو من سدد وسجل الهاتريك، إذن أول هاتريك في هذه البطولة يأتي بإقدام اللاعب آدم الحجام، سجل الثاني والثالث والرابع كذلك من اللاعب توني سوبيتش في الكرة الماضية. الكرة إذن تلعب طويلة، الله الله الله. الهدف الخامس أتى بشكل مذهل وجميل. هنا الركلة الحرة نفذت مباشرة بالضبط وبالمقاس، أتت من خلالها الهدف الخامس في هذه المباراة عن طريق عمر الزيات. حارس المرمى كان متقدما